السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا لكم بالترند اللي قلب الدنيا وقلب اليوتيوب وقلب الفيس وقلب الدنيا كلها، اللي هو ايه؟ طريقة عمل الزبدة البلدي او الزبدة الصفراء او الزبدة النيوزيلندي. انا بقى قلت طبعا شفت كل الفيديوهات، لقيتها كلها يعني تعتبر طريقة واحدة. وطبعا النتيجة طبعا والطعم والحاجات دي هما بيقولوا حلوة، فقلت والله اللي انا مجرباها واقول لكم واشوف هي بقى حلوة ولا لا، وتستاهل ان انا اعملها ولا لا. شايفين شكلها؟ دي اول تجربة عملتها قبل ما اصور لكم الفيديو اللي هوريه لكم دلوقتي، عشان هوريها لكم ازاي بتتعمل. بس انا عملت اختلاف بسيط مع الطريقة اللي هم عملوها، معرفش يعني، انا عملتها بطريقتي برضو. شايفين ناعمة كده ازاي وماسكة نفسها. ده كانت في التلاجة مش في الفريزر، يعني انا اول ما عملتها حطيتها في الفريزر وبعد كده ساعتين ورحت مطلعاها، سبتها تحت على الرف في التلاجة، لقيتها ماسكة نفسها، يعني ما صحتش ولا حاجة ولا بقت كريمة. يلا بقى تعالوا نشوفوا مع بعض. اول حاجة جبتها كوباية زيت وكوباية لبن ومعانا سمنة فلاحي. انا هحط المرة دي بقى الفرق بيني وبينهم، هحط سمنة فلاحي ولا هحط زبدة نيوزيلندي ولا زبدة فيرنو ولا اي حاجة. حطيت كوباية اللبن وعليها كوباية الزيت وضربتهم بالمضرب. انا الاولانية اللي وريتها لكم في اول الفيديو دي انا عاملاها بالكبة، فقلت اعملها في الطبق بالمضرب واجرب. بس المضرب طلع مش كويس، يعني عشان انا يعني ايه، الطبق اللي انا عملت فيه ده هو غويط بس مفلتح من فوق فبقت تطرطش كده يعني. فاول حاجه الطرطشه البسيطه دي يعني انا ما اهتمتش بيها قوي طالما ما طلعتش بره ايه الرخامه. حطيت بقى اهو كوبايه اللبن والزيت. الزيت بقى واللبن انا عملتهم ضرب كده متقطع، وسواء عن متقطع ومش متقطع برضو زي ما هم عملوا، انا عملت برضو متقطع، وفي الاخر برضو سبتها تضرب برضو، يعني ما قطعتش كتير. مش عارفة ايه يعني الفرق بقى. بس المهم ان انت ايه، هتعملي الزيت الاول مع اللبن، وبعد كده بقى ايه يعني كل ده ما خدش معايا 10 دقايق 5 دقايق. حطيت بقى معلقة، شايفين المعلقة الصغيرة دي اللي هي معلقة الملح ومعلقة خل. دلوقتي انا حطيت كوباية لبن، كوباية زيت، معلقة صغيرة ملح، معلقة كبيرة خل. الخل ده يعني بيعتبر مادة حافظة، وهو اللي بيدي الطعم بتاع الزبدة الفلاحي برضو، والملح بيديكي طعم الزبدة برضو الفلاحي. حطيت بقى انا بالتقريب كده هي كوباية سمنة. حطيتها في الطبق، بس لقيتها بقى بهدلت الدنيا، رحت مطلعه الطبق الغويط، قلت اعمل فيها واعمل بالهاند بلندر بلاش المضرب السلك. رحت انا بقول لكم كل تجربتي عشان ما تغلطوش وتبهدلوا نفسكم. فوانا بعمل قلت ليه طب ما انا اعملها نفس الطبق بالهاند بلندر. لقيتها ما شاء الله اول ضربتين لقيتها تخنت معايا كده زي ما انتم شايفين. انا قعدت بقى اضرب فيها كده ضربتين 3 4، لقيتها ايه، تخنت بقت زي الكريمه لدرجه انها تقلت معايا، بقيت الهاند بلندر اتفك من ايدي مرتين. فالمهم رحت عاملاها بايدي بقى اليمين، ايدي اليمين ببقى يعني برضه بتحكمي في الحاجه اكتر. بص الهاند بلندر اتفك من تخنها. قعدت بقى اضربها برضو ضرب واوقف. هو كده كده لازم انت لما بتستعملي اي جهاز بتضربي وتوقفي يعني عادي. فهي بصوا تخنت ازاي وبقت زي الكريم شانتيه اللي بتحط على التورته، يعني لو رفعتي الهاند بلندر هتلاقيها مش بتقع منه. شايفين؟ هضرب كمان ضربتين بقى كده. بعدين قلت ايه، طب ما احط لها معلقتين زيت كمان، عشان حاسه ان السمنه كانت يمكن كتيره شويه. فرحت حطيت ايه، معلقتين زيت. شايفين تخينه ازاي وناعمه جدا جدا جدا، ناعمه زي الحرير. على فكره الزبده دي طلعت جميله وحلوه، بس هقول لكم بعد كده برضو هتعملوا بيها ايه. شوفين بقى انا حطيت ايه، حوالي يعني ربع كوبايه زيت او اقل شويه. حطيتهم تاني وضربتهم كده حوالي دقيقه او نص دقيقه. وبعد كده بقى جبت العلبه بلاستيك او اي علبه، ما عندكيش النايلون اللي هو الاسترتش، جبت كيس تلاجة كبير ورحت قصاه مربع وحطيته في قعر العلبة. هوريكم دلوقتي. هروح حطاها بقى في العلبة
ورحت قلت اشيلها في الفريزر عشان اخلص التصوير بتاع الفيديو بسرعة. بعد ما حطيتها في الفريزر الوقت اتأخر عليا ايه، رحت قلت لا خليه بكرة، رحت منزلاها في الرف اللي تحت، وانا فعلا مطلعها لكم دلوقتي. المشهد اللي بعد ده هوريها لكم بقى. انا بقى حطيتها اهو بقى خلاص كده. هسلك بقى الهاند بلندر خلاص بالسباتشولا، وهجيب العلبة واحط الكيس النايلو واحطها فيه. وهوريكم كمان وهي على النار بقت شكلها ايه لما اتقدحت على النار. انا عملت بيها الصراحة تقلية اللي انا هوريها لكم دي، سبتها في الطاسة عشان كنت بطبخ، وعملت بيها تقلية السبانخ. والله طلعت جميلة. عارفين بقى السمنة دي تعملوا بيها ايه؟ تعملوا بيها فطير، وانا هجرب الفطير بالطريقة دي برضو عشان اشوف. جبت بقى العلبة اهي، جبت الكيس النايلو الكبير ده، انا قصيته وخليته مربع، فتحته كله. ما دهنتش بقى الكيس زيت ولا اي حاجة لان هي اصلا دهنية. حطيت بقى الخليط ده كله، شايفين زي الكريمة. هما معلقتين الزيت اللي خففوها شوية بس، كده كده يعني هي في المقدار بتزيد. يعني انت لما حطيتي كوباية سمنة وضربتيها مثلا، لا انت حطيتي كوباية زيت وكوباية لبن، يعني زادت الضعفين. كل اللي انا عملته ده عمل حوالي ممكن نص كيلو زبدة او كيلو الا ربع. حطيتها بقى في العلبة وهزيتها كده العلبة شوية عشان كلها تبقى متساوية، عشان هي طرية يعني. وغطيتها بالنايلو نفس الكيس برضو، غطيتها وحطيتها جوه كيس تاني وشلتها في الفريزر. هوريها لكم بقى بعد ما طلعت من التلاجة، بعد ما اتجمدت هي خلاص. بعد كده فضلت على الوضع اللي هتشوفوه دلوقتي. من فضلكم اعملوا لايك، الله يخليكم. انتوا بتشوفوا الفيديو مش بتعملوا لايك، اعملوا لايك بقى. ده التجربة الاولى اللي انا عملتها اللي خلتني اتشجعت عشان اعملها لكم بقى، لان انا لازم اجرب زي ما قلت لكم الحاجة قبل ما اوريها لكم. انا عملت منها والله تقلية دلوقتي كانت حلوة يعني، لانها فيها سمنة فلاحي. ان انا ساعات بحط زيت مع الاكل ساعات يعني، فهي بس الفرق ان انت حطيتي لبن وزودتي الكمية. يعني هي الطريقة دي لو عملت بيها فطير هيطلع جميل. يعني انت مثلا عايزة تعملي فطير، قومي اعملي كوباية لبن، كوباية زيت، وكوباية سمنة، او نص كوباية لبن، نص كوباية زيت، نص كوباية سمنة، على اساس تعملي لك كيلو دقيق. اهو شايفين بقى ماسكه نفسها ازاي، والله في التلاجة مش في الفريزر. دي في التلاجة ما كانتش في الفريزر. بصوا بقى ماسكه نفسها زي الزبده النيوزيلندي او الزبده الفرن اللي بتجيبيها في القوالب الورق بالظبط، بس دي طعمها احلى بقى. دي طعمها فعلا زي الزبده النيوزيلندي. متنسوش تجربوها هتعجبكم قوي. دلوقتي هوريكم بقى التجربه على الطبيعه. بس انا جبت بقى طاسه المونيا عشان اوريكم لونها، لكن الطاسه التيفال مش بتبين، فانا قلت اشوف بقى لونها هتتحرق ولا لا. ما ممكن اول ما تحطيها على النار اللبن يخليها تتحرق، لكن هي بقت كانك جايبه زبده وهتسيحيها بقى. بس اللبن يعني كان عامل كده عرق كده جوه زي المركه، فعجبني قوي. يعني بقيت حاسه ان انا بسيح زبده فلاحي بصراحه. انا كنت بقى بعمل الاكل وكده، ورحت واخده الطاسه، شايفين بقى بتسيح اهي اهي، مفيهاش حاجه خالص. حلوه قوي قوي قوي. الطاسه دي صغيره والنار كنت معلياها مش واطيه. شايفين حتى بتسيح يعني ايه، ما ساحتش بسرعه، واخدين بالكم اهي. هتعمل رغاوي كده بيضه شويه، وبعد كده الرغاوي دي هتروح. السمنه دي بقى سبتها زي ما هي، وعملت فيها تقليه ثوم وكزبره وللسبانخ، والطريقه بقى عجبتني، وطعم السمنه حلو، ما غيرتش اي حاجه، بس الكميه زادت معايا. بقى تنسوا اللايك وشيروا الفيديو لاصحابكم يعملوه، الناس تانية تعمله، انتوا بقى اعملوه وابعتوه. شايفين بقى زي الزبده الفلاح بالظبط. بس حبه اللبن دول ما اثروش في حاجه، بمجرد ما بتدوبي السمنه كده. طبعا انا ما سبتهاش قدحت على النار، هي سخنتها كده يا دوبك، وحطيت التومه والبتاع وكانت جميله. انا بقى دلوقتي خلاص خلصت التصوير ووريتكم الطريقه. يا رب تعجبكم، وما تنسوش اللايك، الله يخليكم.
وخلي بالكم انتوا لاحظتوا ان انا عملت الزبده السمنه من غير ما اسيحها. هما لازم بيسيحوا السمنه وبيعملوا كده افتكاسات كتيره وبيطولوا الموضوع عليكم، وانا سهلته جدا جدا جدا. شكرا ليكم، وما تنسوش اللايك والله.